اليوم أنا جيت باش نأدي بكل ارتياح وبكل اعتزاز واجبي الوطني. وفي هذه اللحظة بالضبط كنوجه واحد النداء لكل المغاربة، كل المواطنين، ولاد بلادي، ولاد هذا الوطن العزيز، أنهم ما يعكسوش ويجيو يعطيو الدم ديالهم، لأنهم غادي يثبتوا واحد الأجر اللي كبير عند الله. تصوروا أن يمكن شي حد من الأسرة ديالكم شي نهار يكون في حاجة للمساعدة، فمرة أخرى ما تعكسوش وحقوا هذا الحلم باش نوصلوا لواحد أكبر عدد ممكن نكونوا في مستوى البلدان المتقدمة اللي الأبناء وطنها كيساهموا باش يحميوا باش يغذيو هذا البنك ديالكم. الله يعاونكم وكنتمنى لكم صحة جيدة، ولكن ما تعكزوش، اجيو ساهموا وقوموا بالواجب الوطني ديالكم، ولكن كونوا متيقنين انه اجر ما غاديش تندموا عليه. التبرع بالدم هو عمل انساني، يعني كنعرف ان المغاربه كلهم يعني متضامنين وكيتلقاو في وقت الحسه كيف كنقولوا بالدارجه. فهاد المبادره يعني ضروري اننا كلنا كمغاربه نساهموا بهذا التبرع بالدم، لان كيحتاجوه ناس اخرين كنقضوا به ارواح. يعني عندنا واحد الحسنه مع الله ومع نفوسنا ومع بلادنا، فكنتمنى ان كل شيء يعطي الدم ديالو، لان كاين ناس كيحتاجوه وحتى حنا يمكن نحتاجوه واحد النهار لا قدر الله. أنا كنعتقد أن الفنانين حتى هما مواطنين، يعني ما كيختلفوش على المواطنين بشي حاجة، والإقبال الكبير ديال المواطنين باش يعطيو الدم هذا دليل على أن الوعي ديال المواطنين بهذه العملية ديال حقن الدم، لأن كاين عدة أطفال كيعانيوا من هذه الثلاسيميا اللي هي فقر الدم، واللي عندنا في المغرب واحد 5000 ديال الأطفال، واللي كيحتاجوا كل 3 شهور باش يبدلوا الدم. يعني إلا ما عطيناهمش حنا الدم شكون اللي غادي يعطيهم؟ نجيبوا لهم فرنسيس ولا أمريكاني يعطيهم الدم؟ حنا مغاربة هاد الأطفال حنا اللي خاصنا نعطيوهم الدم. وهاد القضية ديال الدم راه ما عادية، ما كيوقع لواحد حتى شي حاجة، كيتعوض الدم في ظرف 72 ساعة. يعني مسألة عادية وكتنقذ أرواح اللي ممكن لا قدر الله توفى بسبب فقر الدم. وعاد ثاني هذه الحرب ديال الطرق اللي عندنا ديال حوادث السير وهذا، يعني داك الشيء 4000 قتيل سنويا و400 طفل، وهذا يعني هذا الشيء هذه كلها محفزات اللي بغينا نقولوا اذا صح التعبير تقول محفزات، واخا ان بنادم خاصو يبادر بهذه القضيه باش يعطي الدم، لان باش ينقذ حياه ديال الاخرين. شكرا لك سيدي. مرحبا بإسبريس وبالقراء ديال إسبريس. احنا هنايا كمجموعه ديال الفنانين يعني مواطنين كجميع المواطنين كنساهموا بالدم ديالنا نتبرعوا به. طبعا كاين اللي فينا متعود بحال انا مثلا متعود كل 3 شهور ولا 6 موا على حساب الوقت ديالي كنجي للمركز ديال التحقن الدم باش كنعطي الدم. ولكن كاين اللي دابا اول مره وكاين اللي كنتخوف. انا كنقول للناس المواطنين كاملين انهم ما يتخوفوش من هذه العمليه، لانه الدم الحمد لله كيتعوض في اقرب وقت. اون بليس ان يعني الناس اللي كيتبرعوا بالدم راه كيحتاجوه واحد النهار، وبالاخص الا عرفوا بلي انه اللي كيحتاج الدم اكثر هما الاطفال ديالنا الصغار اللي مرض بشي حوايج، وكاين واحد اللي محتاجين الدم في كل وقت. يعني محتاجين بزاف ديال، على الاقل كاين اللي كيدير 4 المرات في الشهر، بمعنى 4 ديال سميتو ديال لي دونور كياخذ من عندهم. دونك الطفل هذا حنايا
محافظة على هذا الطفل ومحافظة على الصحة الوطنية ومحافظة على كل شيء. هذا الشيء اللي يعني مساهمة في المواطنة. جينا تبرعنا على اساس انه ان شاء الله بحول الله نعاودوا نجيو نتبرعوا يعني هذه المساله ديال الدم ما كنعطيوهاش غير موسميه ولا مناسباتيه، خصنا نعطيوها دائما بحال جميع الاشياء الحياتيه اللي كندوزوها في النهار. المناسبة هو أننا رغبة منا حب جينا باش نساهموا في هذه الحملة ديال التبرع بالدم، ومن ناحية أخرى جينا نلبيو واجب وطني، ومن ناحية أخرى كنحسوا بالدم اللي عطينا أنه غادي يستافد منه واحد من المحتاجين ليه، وهذا كيعود علينا برضا النفس، كيعود علينا بالسعادة.